ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده حابب اتكلم معاكم عن ابلكيشن النقل الموجوده في مصر. عندنا اوبر وكريم وديدي وان درايف، دي اشهر الابلكيشنات اللي الناس شغاله عليها دلوقتي في خدمه نقل الركاب. التعريف ببساطه، انت بيبقى عندك ابلكيشن على الموبايل، بيبقى عندك عربيه ملاكي او تاكسي. بيبقى عندك وقت فراغ بتطلب، بتسجل على الابلكيشن، وواحد بيطلب تاني خدمه ان انت توصله من مكان لمكان، وبتحصل فلوس نظير الكلام ده كله. دلوقتي احنا في 2023، ده انسب وقت انت تجيب عربية وتقدر تخش بيها تشتغل في الموضوع ده، خصوصا ان في حالة ركود اليومين دول موجودة في البلد. زمان الموضوع ده كان مربح شوية. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عشان تجيب عربية، كنت انت بتجيب عربية في حدود 200 ألف جنيه، تدفع 50 ألف جنيه مقدم، 60 ألف جنيه مقدم، تدفع قسط في الشهر في حدود 3 4 آلاف جنيه. التأمين بتاعك في السنة بيبقى في حدود 3 4 آلاف جنيه برضه، وبتشتغل وبتحاول تطلع مكسب من الموضوع ده، بيبقى مكسب مقبول. خصوصا ان الابلكيشنات دي اول ما نزلت كانت بتنزل عروض كويسه، ان هي كانت بتاخد منك نسبه قليله، وكانت بتعمل حاجه اسمها جارانتي وبونص وحاجات زي كده. طب دلوقتي الوضع عامل ايه؟ مبدئيا كده الابلكيشنات الموجوده دلوقتي النسب بتاعتها بقت متفاوته. يعني في ابلكيشن مثلا زي ديدي بياخد منك تقريبا 15%، اوبر ده كينج بياخد منك 27%. 27% من تمن الرحله. ده نظير ان هو بيوصل الباير، او بيوصل اللي طالب الخدمه بيك انت، فهو بياخد نسبه على الكلام ده كله. انا دلوقتي مثلا حابب ابدا في الموضوع ده. عندنا في كذا عربيه، اللي هي العربيات اللي احنا بنسميها عربيات شغل، او ايه احسن عربيات ممكن تشتغل بيها في حاجه زي كده. عندنا مثلا الشيري اريزو 5. طبعا احنا لو هنجيب العربيه هنجيب عربيه اوتوماتيك، راجل سايق طول النهار، فعايز عربيه تبقى مريحه ليك عشان خاطر حتى ما تتعبش وانت ماشي او بتعمل بيها مشاوير. الشيري اريزو 5 الاوتوماتيك، اللي هي بالسي في تي، بتنزل بسعر 375 ألف. أقل مقدم ليها في حدود 115 ألف جنيه، وأقل قسط هتدفعه 6688 جنيه. ده يعني أنت المفروض توفر كل شهر في حدود 6500 جنيه من الفلوس اللي هتجيلك طالعة في القسط. في مصاريف مستخبية طبعا. عندك مثلا التأمين، عندك تأمين سنوي في حدود 4% من تمن العربية. يعني احنا بنتكلم في تأمين سنوي إجباري عليك هيبقى في حدود 15000 جنيه. ده برضه رقم المفروض يدفع كل سنة، غير الضريبة بتاعت العربية في الترخيص والتجديد، غير الكاوتش اللي هيستهلك معاك طبعا، غير تيل الفرامل. يعني احنا بنتكلم ان في مصاريف العربية تقريبا بره القسط بتاعها في حدود 2000 جنيه في الشهر، لازم يبقوا مركونين على جنب. التيل، الكاوتش، قسط التأمين بتاعك، الترخيص آخر السنة، الحاجات دي كلها. لو عملنا الحسبة دي على عربية تانية مثلا تعتبر من العربيات الموجودة في السوق اليومين دول، الام جي 5. الام جي 5 الاوتوماتيك بتبدأ من 460 ألف جنيه. القسط الشهري بتاعها تقريبا 8134 جنيه. يعني برضو احنا بنتكلم في متوسط 2500 جنيه بره تمن القسط، اللي هو أقل قسط في العربية دي تقريبا 8200 جنيه. يعني احنا بنتكلم في 10500 جنيه تقريبا مصاريف العربية كل شهر المفروض يدفع. النيسان صاني مثلا اقل فئه اوتوماتيك فيها ب 406000. اقل قسط شهري برضه في حدود 7232 جنيه. يعني احنا بنتكلم برضه في نفس الحسبه تقريبا، انت المفروض تبقى فيه 2000 جنيه مركونين للتامين وللترخيص والتيل الفرامل والحاجات اللي هي فوق الصيانات الدوريه اللي المفروض تدفع. الفيات التيبو العربيه المنتشره، وكانت عربيه برضه موجوده في الميد رينج، ناس كانت تحب تشتغل بيها، دلوقتي بقت حدث ولا حرج. العربية بقى تمنها الرسمي 450 ألف جنيه. أقل قسط فيها تقريبا 10000 جنيه في الشهر. طبعا مبلغ التأمين معانا هيعلى، وطبعا المصاريف هتعلى. فاحنا بنتكلم ان العربية دي مثلا المفروض تركن لها كل شهر 2500 جنيه فوق تمن القسط بتاعها، عشان خاطر تقدر تكمل بيها شغل. يعني بنتكلم تقريبا في 12500 جنيه المفروض يتركنوا على جنب، سواء القسط او سواء التأمين والمصاريف المفروض تدفع على العربية. الانتر اتش دي برضو كانت من العربيات المحبوبة اللي كانت شغالة وكنا بنشوفها كتير. أول فئة خالص في العربية عاملة 510000 جنيه. القسط بتاعها برضو تقريبا في حدود 9100 جنيه. يعني احنا بنتكلم ان برضو مع مصاريف التأمين ومصاريف الصيانات احنا بنتكلم برضو في مبلغ في حدود ال11000 جنيه. طيب معنى ايه الكلام ده كله؟ معنى كده ان انت لما تجيب عربية عشان تشتغل بيها اوبر وكريم لازم تحسبها كويس جدا 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 فوق ما تتخيل. عشان الاقساط، الفايدة دلوقتي بقت عالية على الاقساط، والاقساط بقت غالية. مصاريف العربيات ومصاريف الصيانة الدورية بتاعتها بقت عالية، مصاريف الكاوتش بقت عالية.
كل الكلام ده كله هيسمع معاك، وكلها مصاريف هتلاقيها بتتسحب منك كل شهر. انت مش داري، انت ممكن تلاقي نفسك شغال طول الشهر، الفلوس اللي انت جمعتها راحت في قسط تأمين، راحت في قسط العربية، راحت معاك في كاوتش عايز تتغير، راحت معاك في تيل فرامل، وانت ما كسبتش حاجة غير اهلاك العربية بتاعتك. فانا بنصح اي حد حابب يخش موضوع اوبر وكريم او اي ابلكيشن من الابلكيشنات الموجودة للنقل اليومين دول، يا ريت ما تجيبش عربية زيرو. وخصوصا كمان ان المنافسة اليومين دول بين الابلكيشنات دي بقت عالية جدا، وبياخدوا نسبة عالية جدا منك. فهتلاقي نفسك في الاخر خالص في المكان اللي انت موجود فيه في عربيات كتير، الاوردرات ما بقتش موجوده قوي، حتى التضخم الموجوده في السوق مش مخليه الناس برضه تركب العربيات دي بكثره. الموضوع بيبقى مواسم، الناس بتحب تركب العربيات دي في الصيف اكتر عشان الحر والتكييف اكتر ما بتحب تركبها في الشتاء. فالموضوع برضه بيبقى ليه عوامل كتير، والقسط بتاعك والمصاريف اللي عندك اللي بتدفعها على العربيه ثابته ما بتتغيرش. طب الحل ايه؟ الحل من وجهه نظري ان انا لو هبدا في موضوع اوبر وكريم وابلكيشن النقل عامه، ما اجيبش عربيه زيرو. احاول على قد ما اقدر اشوف عربيه تكون مستعمله ويكون استعمال نظيف وحاله كويسه، واخش فيها في الموضوع ده. واحد هتبقى ماسكه سعر، اتنين وقت ما تحب تبيعها هتبيعها على طول من غير حظر بيع ومن غير الكلام ده كله. تلاتة الصيانات بتاعتها مش هتبقى ملزم تعملها في التوكيل، فهتوفر كتير. كمان مش هيبقى ملزم منك تأمن على العربية، في قسط التأمين اللي بتدفعه كل سنة ده مش تبقى ملزم تدفعه. فأنا بس حبيت أوضح الفكرة دي للناس اللي ممكن تبقى السكينة سرقاها ومعاها قرشين وحابة تجري جري، وشايفة مثلا زمايلها تقولك أنا بكسب كويس من الموضوع، هو واحد معاه عربية أوريدي جايبها بسعر قديم يدفع لها قسط قليل، أو معاه عربية مستعملة، أو معاه عربية أصلا استخدام شخصي جايبها لحاجة تانية مش جايبها الموضوع ده، فكده كده بيدفع القسط. فده بالنسبة له مكسب. انما بالنسبة لك لو جايبها لشغل لازم تحط الحاجات دي كلها في الحسبة بتاعتك. القسط بتاعك المفروض ملزم تدفعه كل شهر، التأمين السنوي المفروض تشيل كل شهر كام عشان خاطر تدفع التأمين آخر السنة، مصاريف الترخيص، مصاريف الكاوتش، مصاريف المستهلكات سواء تيل فرامل، أي مشاكل بسيطة تواجهك، تغيير الزيوت والصيانات اللي هتعملها في التوكيل. طبعا انت جايب عربية زيرو مش هتعمل صياناتها بره التوكيل، فكل الكلام ده هتلاقيه بيعد معاك فلوس كتير. وارجع واقول لك لو جيت تسالني انا شايف ان اسعار العربيات دلوقتي ما تشجعش ان اي حد يجيبها، خصوصا عربيات الزيرو عشان يشتغل فيها في الابلكيشنات بتاعت النقل عامه. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا رب اكون فدتكم بالمعلومه، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.